السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احب ارحب بكم في قناتي. فالاول مرة بتشوفيني خدي لك لفة في القناة، اتمنى يا رب ان هي تعجبك، ولو عجبتك ما تبخليش عليها باللايك والكومنت الحلو منك والاشتراك في القناة. وطبعا ما تنسيش انك تفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك اشعارات باي جديد هننزله. النهارده ان شاء الله جاي لكم بفيديو جديد وفكرة جديدة كده للغدا. حبيت بس ان انا اشارك الغدا معاكم النهارده واقول لكم بعض التكات والتفاصيل بتاعتي في المحشي. هنعمل النهارده مع بعض المحشي المشكل بطريقة حلوة قوي. فيلا بينا كده نسمي الله ونصلي على رسول الله ونشوف الفيديو بتاعنا. في البداية طبعا انا اول حاجة عملتها جبت عندي حلة كده، نزلت فيها بشوية من الزيت ونزلت ببصلاية تفرميها في الكبة تقطعيها على ايدك، بس اهم حاجة ما تكونش تقطيعة كبيرة. وبدأت ان انا شوحت البصلاية كده مع شوية من الملح، ونزلت بعد ما البصلاية خدت معايا لون ذهبي خفيف خالص زي ما انتم شايفين كده. نزلت بقرن كده من الشطة مقطعة مكعبات صغيرة وخدتهم تشويحتين كده لحد ما بدأت ان انا بشم ريحة الفلفل. ببدأ بقى ان انا انزل بطماطم عندي انا ضربها طماطم فريش. طبعا بقى حابة تضيفي صلصة، اي حاجه ضيفي المتوفر عندك وضيفي اللي انت بتحبيه. بس انا بصراحه عمري ما بدخل الصلصه المعلبه عندي في البيت. انا لا اما صلصه انا عاملاها في البيت لا اما بعمل طماطم فريش كده. فانا بعد ما دبلت بقى البصلايه كده مع القرن الفلفل ونزلت بقى بالطماطم بتاعتنا، نزلت عليها برشه كمان من السكر، وهسيب بقى الطماطم بتاعتنا دي تغلى كويس قوي عشان تتسبك. وعلى ما تغلى كده هبدا بقى ان انا اغسل البتنجان بتاعي. انا يا بنات كنت ناخبه البتنجان والكوسه من ساعه الصبح، انا كنت مجهزاهم بحيث ان وقت الغدا كده يكونوا جاهزين معايا. فبدات بقى ان انا جبت البتنجان بتاعي هبدا ان انا اغسله. انا يا دوبك يعني باخده شطفه كده من غير ملح ومن غير اي حاجه بصراحه. انا باخده شطفه كده سريعا في الميه. والكوسه بتاعتي يعني انا بكون ما بكون مثلا جايبه كوسه فلاحي، ما بغسلهاش قبل ما بنخبها. انما لو مثلا جايبه كوسه من التجار وكده ما لقيتش كوسه فلاحي وبجيب مثلا كوسه من اي تاجر وكده، فببدا ان انا اغسلها قبل ما ان انا انخبها. يعني انا البتنجان بنخب على طول، انما الكوسه لازم اغسلها قبل ما انخبها، بحيث ان لو فيها رمل او فيها اي حاجه ما تبداش تدخل في اللحم بتاع الكوسه. هيجي بقى يقرمش معاكم ومش هتكون لطيفه خالص. فانا بدات بقى غسلت البتنجان كده، وهجيب الكوسه بتاعتنا برضو هاخدها شطفه سريعه، لان انا زي ما قلت لكم انا غسلاها. فانا هبدا بقى ايه يعني اغسلها سريعا كده. وهتشوفوا دلوقتي بعد ما اغسلها هتلاقوا الميه بتاعتها نظيفه، يعني ميه البتنجان كنتوا تحسوها مغيره شويه. انما ميه الكوسه هتلاقوها نظيفه، لان انا بصراحه كنت غسلاها كويس قوي قبل ما انخبها. فانا هبدا بقى جهزت البتنجان بتاعنا والكوسه بحيث ان هم يكونوا جاهزين معايا. وهبدا بقى دلوقتي كمان اغسل الخضره واقطعها. انا كنت غسلاها، هبدا بقى دلوقتي ان انا اقطعها بحيث انها تكون جاهزه معايا. اما تكوني بتعملي اكل وبالذات المحشي ده يعني بيكون عايز حاجات كتيره، فانت جهزي كل حاجه جنبك بحيث انك لما تيجي تعملي هتعملي مره واحده وتخلصي. فانا بقى كنت ناخبه البتنجان من الصبح وغسلته وركنته ويكون جاهز معايا، والخضره كمان هقطعها وتكون جاهزه معايا، وطبعا بقى سايبه الصلصه بتتسبك معايا. والرز مجهزاه برضو، فكل حاجه تكون جاهزه معاكي كده. ده هينجز معاكي ويخلص معاكي بسرعه. فانا بقى هقطع الخضره بتاعتي كمان. حابه بقى انك تضربها في الكبه ده يرجع لك انتي. فانا هبدا بقى ان انا افرمها كده تكون جاهزه معايا. زي ما قلت لك بقى كل ده يسهل عليكي كده. والصلصه بتاعتنا بقى طبعا انا سبتها لحد ما غليت كويس قوي. انا الصلصه يعني بحب ان انا اعمل يعني ما بحبش مثلا انها تكون نسبة الدهون فيها عالية، او طبعا المحشي يحب الدهون، بس انا بصراحة بحب ان انا اضيف سمنة والكلام ده في محشي الكرنب. انما البتنجان بحب يكون خفيف كده. والصلصة انا بحب ان انا يعني لما تيجي تتسبك معايا زي ما انتم شايفين كده احبها تنشف. ما بحبش يكون فيها مية خالص، ما بحبش يكون فيها سوائل خالص، احب ان هي تنشف كويس قوي كده. فبعد بقى اما الصلصة اتسبكت معانا ونشفت كده زي ما انتم شايفين، نزلت عليها بحوالي نص معلقة من الثوم المفروم. وبدأت بقى ان انا قلبتهم كده لحد ما شميت ريحة الثوم معايا. هنزل بقى بالرز بتاعنا ده حوالي كوبايتين ونص من الرز. انا مستعمله 2 كيلو وربع من المحشي المشكل. نزلت عليهم بكوبايتين ونص كده من الرز. وهبدا بقى ان انا اقلب كده الرز. انا بحب اخده تشويحه كده على البوتاجاز، يعني ببدا ان انا اقلبهم مع بعض كده لحد بقى ما يبدا الرز يتغلف كويس بالصلصه بتاعتي. انت مثلا حابه تعمليها ني في ني ده يرجع لك انت، بس انا بصراحه بحب ان انا اخد له تشويحه على عين البوتاجاز كده، وبعدين يعني تقلبتين ثلاثه كده بس الرز يبدا ان هو يندمج مع الصلصه. هبدا ان انا اطفي عليه، وبعد ما بطفي بقى بنزل بالخضره. ما بحبش انزل بالخضره والنار شغاله، لا بحب بعد ما بطفي النار كده انزل بيها. بتخلي ريحه الخضره حلوه قوي يعني.
الحاجتين اللي بحبهم ان مثلا اضيف قرن فلفل على البصلايه او قرن شطه المتوفر عندك سواء بقى بارد او حامي. وببدا ان انا يعني اخد الفلفل ده تقلبتين كده مع البصل لحد ما يبدا ريحه الفلفل تطلع معايا. انزل بالصلصه بتاعتي سواء صلصه فريش او صلصه انت عاملاها المتوفر عندك. والحاجه التانية اللي بحبها برضو ان انا اضيف الخضره على المحشي بعد ما اطفي النار، ما بحبش ان انا اضيفها على النار. بتدي ريحه حلوه كده وبتخلي ريحه المحشي معاكي حلو. فانا بدات بقى ان انا خلاص ظبطت بقى الخلطه بتاعتنا كده وكانت جاهزه معانا ما شاء الله لونها حلو قوي. هسيبها بقى تبرد كده وبعدين هبقى احشي براحتي. هنيجي بقى دلوقتي هنعمل مع بعض الفراخ. عايزه اقول لكم تتبيلتها حلوه قوي 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 ما شاء الله، طلع طعمها جميل. فانا المقادير بتاعتها سهله وبسيطه. انا اول حاجه بس جبت في الكب عندي هنا بصلايه وسط وضفت عليها قرن كده من الشطه سواء الحامي او البارد. وجبت عندي حوالي حبتين كده من الطماطم هبدا ان انا اقطعهم برضو. حابه تضربهم في الكبه تضربهم في الخلاط تبشريهم. استعملي المتوفر عندك. بس اهم حاجه انك بعد كده احنا هنصفيهم. يعني انا دلوقتي هضربهم في الكبه بس هضيف عليهم حوالي يعني نص كوبايه كده او ربع كوبايه من الميه بحيث انه يستاهل الضرب عليها شويه. فانا اخدهم بقى افرمهم في الكبه كده لحد ما يبقوا يعني ناعمين معايا كانك مثلا بتعملي كفته كده. وبعدين هبدا ان انا اصفيهم. انا مش عايزه التفل بتاع البصل والطماطم والفلفل، لا انا عايزه الميه بتاعتهم بس او العصاره اللي خارجه منهم. ممكن بقى التفل ده تحتفظي بيه بتعملي كفته او مثلا كفته مشويه او كفته داوود باشا تستعمليه في اي حاجه. بس مثلا بتعملي طبق فول انك تستعملي التفل ده ما شاء الله بيكون حلو قوي. فانا هبدا بقى ان انا اصفيها كده اخد كميه الميه اللي فيها والقشور بتاعه الطماطم والفلفل والكلام ده انا هحتفظ بيها برضو. هبدا بقى ان انا اضيف على ميه البصل والطماطم دي توابل. ضيف التوابل المتوفره عندك. الفراخ تحب التوابل الكتيره. فانا ضفت لها ملح فلفل اسمر كمون كزبره كركم بابريكا. اهم حاجه البابريكا بقى ضيفي معلقه كبيره حلوه كده. وضفت رشه من الزعتر معلقه كبيره من الخل ومع حوالي 3 او 4 معالق كده من الزيت. ممكن تضيفي زيت وسمنه زيت وزبده المتوفر عندك استعمليه. وبعدين هبدا ان انا اضيف عليها حوالي معلقه صغيره مليانه كده من العسل الاسمر. دي كل التتبيله اللي انا ضفتها عندي. عندك عسل اسمر ضيفي عسل ابيض دبس رمان صويا صوص المتوفر عندك ضيفيه. بس انا بديكي باقل الامكانيات. العسل الاسمر متوفر عندنا في كل البيوت. وضفت عليها حوالي ربع كوبايه كده من الحليب او حوالي معلقتين من الزبادي. فانا التتبيله ان شاء الله هتلاقوها موجوده في صندوق الوصف. وجبت عندي بقى الفرخه هنا دي كانت بالظبط 2 كيلو. بدات بقى ان انا فتحتها بالشكل ده وعملت فيها بقى نغزات بالسكينه كده. وهبدا بقى ان انا اخد التتبيله بقى ادخلها كويس قوي ما بين اللحم وتحت الجلد والكلام ده. يعني انا بقعد احشي الفتحات اللي انا عاملاها في الصدر دي عماله احشيها كده بالتتبيله بتاعتنا. وهبدا بقى ان انا اقلبها على ظهرها كده واتبلها كويس برضو وادخل كده التتبيله من تحت الورك والكلام ده. اهم حاجه ادعكي الفراخ بالتتبيله دي كويس قوي. وطبعا بقى الفراخ كل ما تركناها في التتبيله كل ما بتديكي نتيجه حلوه قوي وبتديكي نتيجه كويسه. الفراخ تحب انك تقعديها في التتبيله بعكس اللحمه. يعني اللحمه تحب انك ايه تسويها على طول ما بتحبش البهارات الكتير. يعني اللحمه اخرها ملح وفلفل اسمر بالكتير خالص. انما الفراخ تحب التوابل الكتير وتحب البهارات الكتير. وانت بقى ظبطي ملحها ودوقيها كده لو حسيتي انها محتاجه ملح ضيفي لها ملح تاني. فانا هبدا بقى دلوقتي اظبطها وهغطيها كده بورق فويل. عايزه اقول لكم ان انا قعدتها يوم كامل في التتبيله دي فمخليه الطعم والريحه ما شاء الله كانت حلوه قوي. ويا سلام بقى لو عندك فحم كده وتشويها خرافه يعني بصراحه حلوه قوي. فانا حطيتها في التتبيله دي يوم كامل. وجيت هنا بقى تاني يوم وقت التسويه طبعا بقى الحله اللي ورا دي انا عملت فيها حشيه المحشي خلاص. كنت حاطه بقى ايه حله شوربه كده مطلعه شوربه من الفريزر عندي تغلى وتبدا تفك معايا. الفراخ بقى بتاعتنا وقت التسويه انا عملت ايه انا حطيتها على نار عاليه تبدا ان هي تغلى معايا كويس قوي. انا كنت المفروض ضفت لها حوالي كوبايه كده او نص كوبايه من الميه بس بصراحه نسيت. وهرجع اضيف عليها تاني واسيبها تغلى كويس قوي. فانا سبتها بقى لحد ما غليت جامد. وبعدين بقى تبداي تشم الروايح الحلوه بتاعتها دي. هتبداي تهدي عليها النار بقى وتسيبيها يعني تاخد 3/4 سوا او نص سوا على عين البوتاجاز كده. وبعدين بقى هبدا ان انا ادخلها فرن على درجه حراره عاليه تبدا ان هي تغلى كويس قوي قوي في قلب الفرن. اهم حاجه تغلى معاكي كويس قوي قوي. وبعدين تهدي عليها النار بقى وتسيبيها كده تستوي مع نفسها. هتطلع معاكي ما شاء الله الزبده وهتاخد لون حلو قوي. فانا بقى دلوقتي اخدها ادخلها الفرن بتاعي تبدا ان هي تستوي براحتها كده وتكمل سواها في الفرن على نار هاديه. وهنا بقى المحشي بتاعنا كنت بقى حشيته كله ما شاء الله. عايزه اقول لكم كانت ريحه الخلطه وريحه المحشي مع الفراخ
ما شاء الله البيت في اليوم ده كانت ريحته فظيعه. الفراخ والله بجد بجد كل ما تركناها في تتبيله تديكي نتيجه حلوه قوي. فانا بدات هنا بقى الشوربه بتاعتنا، طبعا انا كنت مظبطه ملحها وكده. فبدات بقى ان انا سقيت المحشي بتاعي كده. انا بحب ان انا احط في صوابع المحشي، انا بصراحه بحب المحشي بتاعي يكون الشوربه بتاعته زايده شويه. محشي البتنجان، انما في محشي الكرنب طبعا بقى بتظبطي الشوربه بتاعته. فانا بقى بسيبه على نار عاليه كده لحد ما يغلى كويس قوي قوي، وبعدين ابدا اهدي عليه النار واسيبه يستوي براحته. خلاص بقى خلصنا الاكل بتاعنا وعملنا طبقين ملوخيه كده. شايفين ما شاء الله الاكل بتاعنا عامل ازاي؟ ولا الفرخه القمر، شايفين واخده لون ممتاز. عايزه اقول لكم انا ما دهنتهاش اي حاجه، يعني هي زي ما هي كده دخلت في قلب الفرن، فضلت تستوي براحتها لحد ما خدت اللون القمر ده. عايزه اقول لكم الفراخ دايبه. انا لو كنت بس جينا كده وقت ما بناكل بمسك الورك كده ما شاء الله كان بيتسقط لوحده. فما شاء الله حلوه قوي، جربوها. اهم حاجه بس انك تتكي في التسويه بتاعتها، يعني تخليها تاخد نص سوا او 3/4 سوا على عين البوتاجاز، وبعدين تدخليها الفرن تكمل التسويه بتاعتها. وعملنا بقى طبقين ملوخيه خضرا القمر دي ما شاء الله حلوه قوي. والمحشي بتاعنا كان طعم طعامه ما شاء الله. الاكل بتاعنا في اليوم ده كان حلو قوي، والفراخ كانت ما شاء الله جميله. خلاص بقى كده لحد هنا كده بيكون خلص الفيديو بتاعي معاكم، خلصت فكرتي معاكم النهارده. حبيت ان انا اشارككم فكره سريعه كده للغدا. اتمنى يا رب ان الفيديو النهارده يكون عجبكم، واتمنى انكم تكونوا استفدتم منه ولو بشيء بسيط. طبعا بقى لو عجبكم ما تبخلوش عليا باللايك والكومنت الحلو منكم والاشتراك في القناه. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وافكار جديده، واترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.